هقول لكم النهاردة فكرة العزومة وفي 8 دقايق بس. ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم وتاخدوا منه افكار حلوة، بس لو مهتمية تابع معايا الفيديو لغاية الاخر. وكمان لو لسه ما اشتركتيش في القناة ياريت تشتركي من تحت الفيديو، وكمان تفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وياريت لايك كتير للفيديو ده، وكمان تقوليلي في الكومنتات الفكرة عجبتك ولا لا، وانتوا ايه الطبق الرئيسي عندكم في العزايم. هنا كده كنا معزومين عند اختي، وعملت ايه اول حاجة كده، هي كانت بادية من الاول ان هي كانت جايبة 3 فرخات وبطاية وغسلتهم كويس جدا قبل اليوم ده، يعني كانت غسلاهم وكل حاجة علشان يبقى يوم العزومة جاهزة، الحاجة كده تبقى جاهزة وسريعة. اول حاجة كده قطعت الفراخ وقالت ان هي هتعملها بالبصل. حطيت بقى بصل على زيت على ملح وفلفل اسود وتبلت الفراخ بيها فقط. عارفين بقى بتدخل الفرن كده مع صوص البصل ده، بيبقى حاجة بجد بتبقى طعمها وهم. كمان بتبقى فكرة كده مختلفة شوية عن الفراخ اللي على طول بنعملها بالطماطم او كده. فالفراخ اللي بالبصل دي بجد هتعجبهم جدا. يبقى هي حطت الفراخ عليها بصل، عليها ملح وفلفل اسود فقط وحبة من الزيت، وكده الفراخ عندنا جهزت وهتدخل على طول على الفرن. بعدها بقى حطينا البطاية كده في الحلة البريستو علشان تتسلق. هنسلقها الاول وبعد كده هندخلها الفرن تاخد وش. في الوقت ده بقى العزومة بتاعتنا احنا كانت الساعة 10 بالليل، ففي الوقت ده اختي كانت بتعمل لنا احنا الصبح كده غدا سريع يعني. فكانت هتعمل بتسلق اللحمة وهتعمل لنا سبانخ. عملت بقى التسبيكة، البصل بالثوم عليها طماطم، اول ما تسبكت نزلت بالسبانخ، اديتها تقلبتين كده وحطت معلقة او معلقتين من الرز، وهتحط دلوقتي الخضرة وهتحط عليها الشوربة وبس كده. بصوا كان طعمها بجد لذيذ جدا. اللي ما بيحبش السبانخ يعني فايته كتير بجد، كلها حديد وكلها حطت بقى الخضرة كده واديتها تقلبتين وهتنزل عليها بالشوربة، وهي ما بتاخدش وقت لان كده كده دي كلها ورقية يعني، فما بتاخدش وقت خالص في السوا. وده كان الغدا بتاعنا الصبح قبل العزومة بقى بتاع بالليل. نكمل بقى تحضيرات العزومة. جابت صينية كده حطت فيها معلقة سمنة حلوة، وحطت البصل بتاعها المتقطع. احنا كنا فرمين كمية بصل كبيرة علشان نقدر نستخدمها في كل حاجة. استخدمنا اول حاجة في الفراخ اللي احنا عملناها مع بعض، ودلوقتي اهو تاني حاجة حطيناها في تعصيجة اللحمة. الحاجات دي بتوفر عليكي وقت كتير، ان انتي بقى ما تفرميش لكل حاجة لوحدها، ان انتي بتفرمي الكمية كلها بيسهل عليكي في الوجبات اللي هتعمليها. حطينا بقى اللحمة المفرومة كده علشان تتعصج، علشان النهاردة هنعمل بيها 3 صواني. هنا كده كان كيلو من اللحمة المفرومة. كنا فاكرين ان احنا هنعمل صينيتين فقط، فالصينية بتاخد نص كيلو لحمة مفرومة. بعد كده بصراحة هي جابت نص كيلو تاني لحمة مفرومة وعملته لوحده، علشان قررنا نعمل 3 صواني. دي كده كانت تعصيجة اللحمة، عملناها وجهزناها كده وشلناها على جنب علشان نشوف هنعمل بيها ايه دلوقتي. تالت حاجة كده معانا في العزومة كانت هتعمل الكفتة اللي في الفرن. جبنا كيلو من اللحمة المفرومة، عليه بصلتين كده متقطعين في المفرمة دي يعني في المبشرة، تمام. وحطينا بقدونس وهنعجن فيها كده كويس جدا لغاية ما كلها تتجانس مع بعض. وهنبدأ كده بالخلة وهنصبع كل الكفتة دي. يبقى احنا عملنا لغاية دلوقتي 3 حاجات. اول حاجة كنا مجهزين الفراخ والبطاية بتاعتنا، حطينا الفراخ في البصل والملح والفلفل الاسود ودخلناها الفرن، وحطينا كمان البطاية ان هي تتسلق، وحضرنا اللحمة المفرومة علشان نعمل الصواني بتاعتنا.
ودلوقتي حضرنا الكفتة. عملنا كده الكفتة دي ببصل وملح وفلفل اسود وحبة بقدونس، بجد البقدونس بيوديها في حتة تانية خالص. حطينا كده كل الكمية بتاعتنا، ولما بنصبع الكفتة بتاعتنا في خلة او في سيخ او في اي حاجة بيديها كده طراوة من جوه، وبتكون يعني استوى داخل في كل حاجة فيها كده، جهزت وداخلة على الفرن. وفي الوقت ده كانت الفراخ بتاعتنا اللي بالبصل طلعت، ومش عايزة اقولكوا ريحتها وحلاوتها قد ايه. وكمان الكفتة خلصت وطلعت، وكنا مجهزين الكوسة علشان ندخلها، هنعملها يعني طبيخ. واللحمة المفرومة بتاعتنا جاهزة المتعصجة، وكمان معانا ورقة من الجلاش. هنعمل كده المكرونة البشاميل، والبطاية كانت طلعت برضو من السلق، وهنحطها، حطينا عليها طماطم ملح وفلفل اسود وزيت، وهندخلها الفرن بقى تاخد الوش الاخير كده تشويحة في الفرن على الشواية. بجد بيبقى طعمها حلو جدا، هما اللي بيقولوا كده بس انا ما بحبهاش. هنا كده كان اكلنا خلاص جاهز، والعزومة خلاص على وشك البدء. عملنا الرز، عملنا الملوخية، كان ناقصلها بس على الطشة، بنحب نعملها اخر حاجة. وادي الكوسة بتاعتنا خلصت، واللحمة خدنا جزء منها في الاكل بتاع الصبح، وادي الجزء دلوقتي. وهنا كده اسطواني كنا محضرينها في الفرن، المكرونة البشاميل والفراخ والكفتة والجلاش وايه كمان والبطاية. بصوا اكل لذيذ وحلو، مش عايزه اقول لكم كان بجد يوم حلو قد ايه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتاخدوا منه كده افكار ووصفات حلوه. اول حاجه بقى في الترتيب بتاعنا، احنا بنحب كل واحد يكون معاه الطبق بتاعه، ما بنحبش نعمل سرافيس وكل واحد ياخد. بناخد الطبق بنحط فيه قطعة المكرونة مثلا البشاميل، قطعتين الجلاش، الفراخ والبط والكفتة واللحمة اللي الواحد بياكلها. شايفين انا ده كان طبقي ما فيهوش بط عشان انا ما بيحبنيش البط ده. عملنا بقى الطشة بتاعة الملوخية، وعملنا كمان كده طحينة، والترتيب ده بيبقى مناسب جدا علشان كل واحد يبقى قدامه الطبق بتاعه وطبق الخضار بتاعه وطبق الرز والملوخية والطحينة، فبيبقى كل واحد معاه الوجبة بتاعته خاصة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو ده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.